السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كل حاجة حلوة. أهلا بيكم في قناتي حب جوزك ودلعي حماتك. وأكيد أكيد أكيد كل واحدة فينا بتتقي ربنا و... وبتعامل حماتها كأنها زي مامتها بالظبط. النهاردة مامتي كانت جايالي، قلت لها تعالي كده تمشي شوية، واحنا في اجازة نص السنة طبعا. فبتحب اللمة وبتحب يعني عن نفسك انت يعني تحبي تجمعي الأسرة وتحبي تجمعوا بعض على خير ان شاء الله. فجات لي فقلت اعمل لها فطار شعبي. الفطار الشعبي بتاعنا دوت اي بيت مصري بيعملوه. عارفين طبعا البتنجان المخلل اللي هو بالدقة، كان فص توم كده هجيبه معاكم زي ما احنا شايفين كده، مع قرنين فلفل حار. لو ما تحبيش الحار هاتي قرون رومي واعمليها برضو بتدي نكهة حلوة. لو ما عندكيش فلفل خالص ممكن تحطي حبة شطة. وعندي هنا في الحوض الفراولة كنت بغسلها عشان كنت عامل عصير. هنعصر الليمون، لو بتحب الليمون او بتحب الخل ممكن تحطي خل. ومعانا في اي بيت مصري الطاسة دي يعني بتحمري فيها اي حاجة، بطاطس، بتنجان، سمك. يعني فطار شعبي، يعني فطار يعني يخليكي تاكلي. يعني تاكلي ازاي؟ لو لوحدك مش هتاكلي الفطار ده. ممكن جبنة، كوباية شاي، كوباية نسكافيه. عندي البتنجان الرومي قطعتها 4 زي ما احنا شايفين كده. جميل قوي 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 في التخليل ده يا بنات، احلى كمان من بتنجان العروس، جربوه. والفول ابو طماطم على الناحية التانية اهو، عفوا. فول بطماطم سهل جدا، ابقى اعمله لكم في القناه. انا بحبه جدا 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 مع الاكلات الشعبيه اللي احنا بنعملها. بصوا بسم الله ما شاء الله، كان ريحته جميله قوي قوي، وخصوصا بيبقى فيه توم وحلو كده. هاخد معلقتين سمنه بلدي عشان هعمل توم هعمل سوري، هعمل بيض. البيض طبعا ما بينفعش الا بالسمنه البلدي او الزبده النيوزيلندي. الزبده النيوزيلندي دي اللي بتبقى قوالب كبيره موجوده في اي سوبر ماركت، اللي هي بتتباع بالكيلو زي ما انت عايزه يعني. هقلي بيض. لو ما فيش سمنه او زبده ما ينفعش بقى يتقلي البيض، لازما يتقلي بحاجات كده، زبده بلدي، سمنه بلدي كده. انما غير كده ممكن تسلقيه. الفطار الشعبي ده زي ما احنا كنا بنتكلم ما ينفعش الا بلمة العيلة. غير كده انت بتلاقي نفسك الصبح مش قادرة تاكلي ولا قادرة تعملي حاجة، فهم بيشجعوكي. الناس اللي بتبقى حواليكي هي اللي بتشجعك. فعلا اللمة جميلة جدا. غير اللمة كده تحس انت قاعدة لوحدك. البيض قليت اهو وبتنجان الرومي. احط عليه الدقة اللي احنا عملناها مع بعض، التوم بالقرون الفلفل الحار، او وتحطي معاه ايه، ليمون. لو مفيش ليمون ممكن تحطي خل. اي واحده بس بتنجان عروس كانت سخنه قوي يا بنات، ما قدرتش امسكها. واحده بس لقيتها كده غلبانه كده، فقلت تعالي معاهم بقى ايه تتعملي بالمره. كان يوم جميل جدا لما بتجمعي اهلك او جيبي مامتك او حماتك. لو مفيش مثلا مامتك بعيدة عنك ممكن تطلعي حماتك لو معاكي موجودة في نفس البيت، او ايه لو موجودة في حتة بعيدة شوية تجيبيها يوم كده. مش شرط غدا او عشاء، في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها البلاد كلها ممكن تجيبهم على فطار. على فكرة اللمة مش بالاكل او بالشرب، اللمة انت تلم الاسرة. اهي ماما اهي، ماما هي قاعده بتعمل لكم باي. ما تنسولهاش باللايكات كتير يا بنات، عشان ماما جات لي النهارده واهي تاكل معايا بطاطس اهي. هلم اخواتي لسه. ما تنسونيش باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.